هنا طبعا المية غليت، هنزل المكرونة. دي المكرونة بتاعت الكشري. تمام كده، نزلتها كلها اهي، يا دوب تاخد غلوة. هقول لكم التكة الأخيرة بتاعت مكرونة الكشري غير أي مكرونة بتعمليها. طبعا أنا حاطة هنا شوية مية من مية المية اللي احنا غليناها بالبصل المحمر بتاع الكشري. واخدين بالكم؟ خدت كوباية حطيتها في مية السليق عشان تدي طعم الكشري فيها. بصوا هنا المكرونه طبعا ما بتستحملش، يا دوبك هخليها تاخد غلوه، وهحط بقى ايه المكرونه التانية اللي هي اسباجيتي اهي. احطها واحده واحده علشان ما تنزلش تمسك في بعض. مش هتمسك في بعض كمان علشان حاجه واحده، اللي حاطه زيت. لازم تحطي في ميه السليق بتاع المكرونه زيت. تمام، هاخدها بس تقليبه وغلوة واروح طافية عليها، اخلي السخونية بتاعت المية تسويها خالص، وهوريها لكم دلوقتي بعد ما تستوي. ماشي، هنا العدس حطيناه ومستنيه بس يغلي غلوتين اتنين، يعني ما يسلقش، غلوتين اتنين واحطه على الرز. يا دوب امسك الحبايه كده والاقيها، الحبايه اللي هي دي، عرفتوا بقى العدس ابو جبه، الاقيها اتك عليها بضفر الاقيها بتفتح. ماشي، عشان احطها على الرز. انتوا هتقولوا الدبكه بتاعت الكشري كتيره، بس لا، اول حاجه بيدي طعم حلو، ولما بتكوني بتعملي الحاجه بنفس كده يعني. هنا هغطي على المكرونه لحد ما ايه تبتدي تاخد غلوتين ثلاثه كده، واروح طافيه عليها، هطفي عليها النار وابتدي اعمل الصلصه بتاعت الكشري. طبعا هنا انا حطيت الرز على العدس على الرز قصدي. تمام اهو، قلبته في بعضه وسايباه بقى ايه ياخد غلوه، وابتدي اوطي عليه ويطلع الكشري بتاعنا. تمام بقى اغطيه وافتح عليه بعد ثواني كده، كل شويه ابص عليه لحد ما يتشرب، وبعد كده اوطي عليه. هنا الحله اللي هنعمل فيها الصلصه بتاعت الكشري، احط فيها زيت، مادة دهنية بسيطة كده علشان الدنيا هنا كلها زيت في زيت. هحط حاجة بسيطة تسخن وشوفوا هعمل ايه تاني. طبعا الثوم المفروم انا قلت لكم ان انا ايه مجهزاه، على اساس هاخد كده نص معلقة. تمام، علشان ايه نعمل بيها صلصة الكشري. هنا يعتبر الزيت سخن، ابتدي احط الثومة بتاعتي واقلبها. تمام، هنا انا حطيت طماطم وقرن فلفل احمر وكل التوابل، ملح وكمون وكزبره ناشفه وفلفل اسود وشطه حمراء، وابتدي يعني ضربتها نص ضربه وابتدي اضربها تاني. تمام، انا نسيت اقولك ان انا حاطه خل وحاطه ليمون. بصي هنا انا هبتدي اقلب كده، مش هحمرها قوي، هصفرها بس عشان تديني ريحه وطعم الثوم. بالرغم ان انا حاطه معلقه خل في قلب الصلصه وانا بضربها، ما يمنعش ان انا احط معلقه هنا كمان عشان يديني نكهه الثوميه وانا بطشها. تمام كده، طبعا انا محمره بصل للوش، هاخد منه بين صوابعي كده، هاخد بس بين صوابعي كده واروح حطهم عليها، يدي طعم بس كده، طعم البصل في قلب الايه الثوميه. واسيب الثومه بقى تتحمر وانا بقلبها كده. ما يمنعش برضو ان انا ابص بصه هنا، لسه ما قالش حاجه، لسه اهو هيقوم يغلي. انا قلتلك ان انا بس هصفرها. تمام، هفضل اقلب فيها لحد ما تدخل الصفار، واحط عليها يجي 3-4 نقط خل كده. طبعا هنا ابتدت تصفر، احط عليها نقطتين الخل شويه كده، واقلب الخل في البصله في الثومه على اساس تدي طعم. وانا بحط الطماطم بتاعتي زي ما انا قلت لك، حطيت قرن فلفل احمر، حطيت الطماطم بتاعتي طبعا. بصوا هي لما بتبقى تخينه تبقى حلوه. وحطيت فيها بصلايه، وحطيت فيها فصين توم، وحطيت فيها ملح وفلفل وايه
وكزبرة، وهسيبهم بقى يغلوا وتتسبك لحد ما تغلي كده وزيتها يطلع زي ما انتم شايفين وتدخل في السوا. ريحة عايزة اقولك اكتر من رائعة، حلوة قوي قوي، بتفتح النفس. وهفضل اقلب بقى كده لحد ما ايه الخليط كله يمتزج بالزيت بالبصل بالثوم بالخل بالتوابل بتاعتي كلها، رغم ان هي مضروبة في بعضها. وابتدي اغطيها كده. الرز بتاعي بيتشرب اهو. هبتدي اخده تقليبه كده واوطي عليه النار. طبعا انا قلتلك ان انا حاطه طماطم ملح فلفل كزبره ناشفه فلفل اسود قرن فلفل حامي احمر، قطعته وضربته معاهم وحطيت خل وحطيت معلقه سكر عشان الحموضه بس وتعب المعده. اللي عندهم تعب معده لازم يحط معلقه سكر تعادل الملح في الصلصه بالذات عشان ما تبقاش حاميه. طبعا قبل ما تغلي ربع معلقه توميه كده ما اقلبش، واروح مغطيه واسيبها بقى ايه تدي ريحه ونكهه.